السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طمنونوا عليكم. اتمنى من الله يعني ان احنا نكون بنذاكر اول باول وما نراكمش ولا نكسل ولا نعمل الحاجات الوحشة دي، ماشي؟ ونسأل المولى عز وجل التوفيق لينا دايما. وخلاص قربنا، حلمك مش بعيد، كلها خطوات وتحقق حلمك بإذن الله وتختار طريقك، واهلك دايما يكونوا فرحانين بيك باذن الله. طيب المحاضره اللي فاتت خدنا ايه بقى؟ خدنا اللايف سايكل بتاعت ايه؟ ايوه، بلازموديوم الملاريا. حفظناها، ذاكرناها، حلينا عليها؟ لا خلاص، ما تكملش المحاضره وارجع اسمعها تاني وحل عليها علشان اكيد فاتتك. تمام؟ ولو سمعتها وعدى وقت وانت ما حلتش، اسمعها تاني عشان ترجع المعلومات وتبدا تحل تاني، عشان المعلومات بتسقط من دماغك تدريجيا كل ما تسيب الموضوع مفتوح. طيب سمعتها وحليت عليها وكل الدنيا معاك تمام، يبقى يلا بينا على محاضرة النهاردة. سمي الله ويلا بينا. النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد اللايف سايكل اوف بولوبوديوم. تمام؟ هو اسمه كده، بولوبوديوم. تمام؟ ايه بقى البولوبوديوم ده؟ البولوبوديوم ده كائن بردك ايوه من الالترنيشن اوف جينيريشن اكزامبلز. تمام؟ واللايف سايكل بتاعته مهمه. هو اصلا ايه؟ هو فيرن. يعني ايه؟ يعني نوع من انواع الصراخص. بمعنى بقى ما تدقش ويلا بينا نعرف ايه هو البولوبوديوم وايه المثال بتاعه. طيب قال لك ان الفيرن او الصراخص ليها نوعين مهمين جدا. ايه هم بقى؟ قال لك عندك النوع الاولاني اسمه بولوبوديوم والنوع الثاني اسمه اديانتم. تمام؟ بولوبوديوم واديانتم. تمام؟ طيب البولوبوديوم ده معروف في البلانت نيرسريز از ايه؟ از اورنامنتال بلانت. يعني معروف في مشاتل النباتات ان هو ايه؟ ان هو من نباتات الزينه. والاديانتم قال لك الاديانتم grow on the edge of the wells and shades streams. يعني ايه؟ قال لك بينمو على حواف الابار وعلى ايه؟ ايوه الشيدز اوف ستريمز، على المضفات بتاعت ايه؟ بتاعت الانهار او التدفق المائي او ايه؟ الطريق المائي. وعشان كده بيسموه ايه؟ كزبره البئر. طب ليه اسمه كزبره؟ علشان هو اصلا الاديانتم ورقته شبه ورقه الكزبره، نفس الشكل بالظبط. وليه البئر؟ علشان بينمو عند الابار. ركز في الكلام عشان لو سمعت الاسم تبقى عارف هو ايه بالانجلش، الاديانتم. تمام؟ اللايف سايكل بتاعتنا قلنا ايه؟ هو تايبيكال اكزامبل اوف alternation اوف جينيريشن. ليه بقى؟ ليه هو كافضل مثال للالترنيشن اوف جينيريشن؟ قال لك عشان عندك جزء السبوروفايت ده 2N. تمام؟ وبيعمل ايه؟ قال لك ريبروديوس اسيكشوال. وفي عندك الجزء بتاع الجاميتوفايت فيز وده ريبروديوس سيكشوال. جميل كده؟ جميل. نخش بقى، انت عمال تقول سبوروفايتس وجاميتوفايتس. هو درس النهارده قايم على الفرق ما بين السبوروفايت والجاميتوفايت. لازم تعرف تفرق ما بينهم، تعرف each one its characters and its properties and the names and all details about it. تمام؟ طيب عندك السبوروفايت فيز ال2N، واعرف ان السبوروفايت فيز 2N، وهنعرف دلوقتي ليه 2N. قال لك السبوروفايت فيز هي دي البدايه، هي دي بدايه النبات. احنا بدانا من السبوروفايت فيز. تمام؟ قال لك السبوروفايت كاريز سراي. ايه السراي دي؟ هنعرف دلوقتي. السراي دي هي عباره عن اكياس بتجمع السبورز على السطح السفلي للورق بتاعه. تاني اهو، ان اهو سراي اون لور سيرفيس. طيب السراي دي هي عباره عن اماكن تجمع السبورز بتاعته. تمام؟ اهي قال لك فيها سبورانجيا اللي هي حوافز جرثوميه اللي هي بتحتوي على نوميرس سبور سيل 2N. خلي بالك من النقطه دي. يبقى السراي بتحتوي على ايه؟ سبورانجيا. السبورانجيا دي فيها ايه؟ سبور سيلز. يعني يا مستر سبورز؟ لا،
السبور سيل غير السبورز. السبور سيل هي المذر اوف سبورز. مستر مش فاهمين؟ واحده واحده. طيب احفظ بس كده ان السبوروفايت كاري السراي فين؟ في اللور سيرفيس بتاعت الليفز بتاعته. بعد كده السراي دي كونتين سبورانجيا، السبورانجيا دي كونتين نيومرس سبورز سيل تو ان. نيجي بقى الناحيه الثانيه، السبورز سيل دي تبدا يحصل لها ديفايد مايوزيس وتديك سبورز ان بس. فهمت حاجه؟ عشان كده قلت لك ان السبور سيل هي المذر اوف ايه؟ اوف سبورز، صح كده؟ and on the spores maturation، اول ما السبورز دي يحصل لها maturation تمام، بتبدا ان هي تنطلق من السبورانجيا وتحملها الرياح لمسافات. طيب ليه بتحملها الرياح لمسافات؟ علشان تتنقل من بيئه لتانيه، علشان لا قدر الله لو الظروف بقت unfavorable conditions عندنا يبدا ان هو يكون في مكان تاني عشان ما يحصلش الانقراض. كده فهمنا الموضوع ده؟ خلاص عرفنا ان السراي كونتين سبورانجيا، السبورانجيا كونتين سبور سيلز. السبور سيل بيحصل لها ديفايد باي مايوزيس تكون السبورز، السبورز يحصل لها ماتيوريشن، بعد كده يحصل لها ريليزنج من السبورانجيا، بعد كده تحملها ايه؟ الرياح او كاريد باي ويند تو ديستانس. تمام؟ الجاميتوفايتس بقى، شفت بقى السبورز اللي هيحصل لها ريليز من السبورانجيا دي الماتيور سبورز، اول ما السبورز دي تقع على فيرتايل اند ويت سويل تمام، يبدا يحصل ايه؟ يبدا يحصل لها ديفلوبمنت ويحصل ديفايدد ميتوزيس. ليه بقى ميتوزيس؟ عشان هي ان، عايزين ميتوزيس عشان يكبر يكون هارت شيب. تمام؟ الهارت شيب ده اللي هو ايه بقى؟ ده الجاميتوفايت. الهارت شيب اللي هو ده اللي هو البروسلس او الجاميتوفايت، الاسمين واحد، بروسلس او جاميتوفايت. جميل؟ جميل. قال لك المهم هنا ان الهارت شيب ده بينمو above wet soil، على سطح التربه، ما بينموش تحتها، خلي بالك. تمام؟ بعد كده قال لك ده بيبقى معروف باسم ايه؟ باسم جاميتوفايت فيز. تمام؟ عرفناها. اللور سيرفيس بتاعته ايه؟ اللي هو السطح السفلي بتاعه. يعني ايه السطح السفلي بتاعه؟ قال لك الجاميتوفايت هنا، بص خلي بالك، في هنا السطح السفلي بتاعه هنا في شويه حاجات كده. ايه هم الحاجات دي؟ هنعرف دلوقتي. بس اهم حاجه عرفنا ان الماتيور سبورز اول ما تقع على ويت سويل بالظبط كده يحصل لها جيرمينيشن ويبدا يحصل لها سيفرال ديفلوبمنت باي مايتوزيس. تمام؟ مايتوزيس مش مايوزيس. المايوزيس دي حصلت فين؟ في السبوروفايتس. لكن الجاميتوفايتس عشان يتكون يحصل له مايتوزيس، يبدا ينمو ويكون هارت شيب. ايوه، above the soil مش lower او below the soil. تمام؟ جميل. السطح السفلي بقى بيحتوي على ايه؟ ايوه، بيحتوي على رايزويدز، بيحتوي على جينيتال بروسيسز اللي هي ايه؟ انثريديا وارشيجونيا. مش فاهمين؟ واحده واحده. ادي السطح السفلي خلاص، ده حصل سبورز جيرمينيشن وكونت الهارت شيب اللي هو البروسالس اللي هو الجاميتوفايت. يبقى الجاميتوفايت ده والسبوروفايت، كل النبات ده سبوروفايت وكل ده جاميتوفايت. تمام؟ السطح السفلي هنا فيه رايزويد. ايه بقى الرايزويد دي؟ الرايزويد دي هي زي ما بنقول similar like ايه؟ الروتس بالظبط كده. هي حاجات شبه الروتس بس مش روتس، اوليات الروتس، اوليات، فاهم؟ مبدئيه كده، حاجات مبدئيه بسيطه بتعمل ايه؟ بتبدا تسحب النيوترونز من السويل، فاهم؟ بس ما اقولش عليها روت. لا، الرايزويد هي لوكس لايك روت في الفانكشن ولكن نوت في ايه؟ في الاستراكشر. ايوه صح كده، ركز معايا. بعد كده الجينيتال بروسيسز اللي هي ايه؟ اللي هي الانثريديا والارشيجونيا. ده اللي هو الميل اورجانز والفيميل اورجانز. الانثريديا تمام؟ ميل. طيب الارش فيميل، يبقى اعرف كده انسيميل ارش فيميل، انسيميل ارش فيميل، انسيميل
ارش فيميل، صح كده؟ صح كده. انس ميل ارش فيميل، تمام؟ وطبعا مقطع جونيا ده ثابت، يبقى انس ميل ارش ايه؟ ارش فيميل، صح كده. طيب الانسريديا بتعمل طبعا البروديوس بتاعت ايه؟ الميل جاميتس، اسمها سيلييتد سبورز. عشان ممكن يقول لك where the ciliated spores formation، ممكن يقول لك ايه؟ الميل اورجان، وممكن يقول لك الانسريديا، وده في نفس الاختيارات، يحط لك انسريديا وميل اورجان وارشيجونيا وفيميل جاميتس او فيميل اورجانز. الفورميشن بتاعها فين؟ واحد طبعا مركز هيبقى عارف ان الانس ميل والارش فيميل، تمام؟ خلاص ارشيجونيا وانسريديا، تمام. الارشيجونيا خلاص فيميل كده، هستبعد ارشيجونيا والفيميل اورجانز، يتبقى لي الميل وايه؟ والانسريديا، هما الاثنين واحد، هي مختلف تسميه بس مش اكتر، انت فاهم؟ ولكن لو حط لك في الاختيارات ان هو عايز حاجه واحده بس، فهي الانسريديا ادق. ولكن لو جاب لك الاختيارين دول A و B together، يبقى هما ده الصح، تمام؟ ركز معانا في الاسئله علشان مهمه. بعد كده الارشيجونيا اللي هي الفيميل اورجانز ريبروديوس فيميل جاميتس او الايجز، تمام؟ بسيطه جميله جدا، الموضوع لذيذ في اللذيذ منه. ادي يا عم ارشيجونيا والانسريديا، انسريديا تطلع سبرم ودي عندها الايجز. جميل، بسيطه لحد كده. بعد كده الجيميتوفايت فيز، قال لك ان بعد الماتيوريشن بتاع الانسريديا احنا كده بنكمل التتابع. يعني ايه؟ يعني هقول لك، بص هنا احنا وقفنا لحد فين اهو، بص احنا جينا هنا عند اللايف سايكل، خلاص خلصنا السبوروفايت وكملنا وقلنا بقى نخش على الجاميتوفايت اللي هي ايه؟ تاني حاجه. بعد كده دخلنا في تركيب الجاميتوفايت، بيتركب من ايه؟ الجزء السفلي من الجاميتوفايت كونسيست اوف ايه، او بيتكون من ايه. بعد كده هقول لك وكمل اللايف سايكل بقى، واقول ان بعد الماتيوريشن بتاع الانسريديا طبعا الجاميتس او السيليتد سبيرم تبدا يحصل لها الابريت وسويم، بص سويم اوفر ذا سويل ووتر. يعني لازم الريبرودكشن يبقى التربه متشبعه بالماء وفيها كده كميه ميه. يعني لو انت مثلا بصيت على محصول الرز، ايوه بالظبط، محصول الرز لازم سطح التربه بالكامل يتغرق بالميه. هي بقى ده البيئه المناسبه علشان السبرم او السيليتد سبرم تعمل سويمنج اوفر الووتر وتوصل لايه؟ توصل للارشيجونيا، من جواها تبدا تعمل للايج فيرتلايزد ويكون الزيجوت 2N. بعد كده الزيجوت بيحصل له ديفايد اند ديفرنشيشن لسبوروفايت جديد يبدا ينمو على جاميتوفايت. يعني السبوروفايت اهو نما على الجاميتوفايت، بدا ينمو على الجاميتوفايت، صح كده؟ خلي بالك بقى ان الجاميتوفايت، تمام، هو قلنا بينمو عليه السبوروفايت، فلحد السبوروفايت ما يكون الروتس بتاعته ويبدا ان هو يسحب النبات ويصنع بنفسه، بيعتمد على الجاميتوفايت ان هو ياخد منه الفودز او النيوترانز بتاعته، تمام؟ اهو قال لك اهو السبوروفايت ديبند اون شورت تايم جاميتوفايت تيل ديفلوب اتس اون روت ستيم اند ليفز. حلو، جميل. بعد كده قال لك ان الجاميتوفايت بيبدا يحصل له ديجنريتس او بيحصل له ضمور ويبدا يختفي بنمو الايه؟ السبوروفايت، وتبدا نكون السايكل من اول وجديد. طيب خلينا كده نخش على مقارنه بسيطه. دي خلي بالك هي دي السراي، شفت؟ بص عامله ازاي السراي دي، كل حبايه منها دي سبورانجيا كونتينز سبور سيل، تبدا يحصل لها ماتيوريشن تكون سبورز، تبدا ان السبورز دي يحصل لها ريليست وتطلع تكون جاميتوفايت، تمام؟ جه بعد كده قال لك السبوروفايتس ان بوليبوديوم هي ايه؟ عباره عن ايه؟ قال لك اتس كونسيست اوف ترانسفيرز روت ستيم رايزومز اند ليف كاري سراي on their lower surface which contains sporangia that have numerous spores cell 2N، تمام؟ اللي هي ايه؟ diploid. قال لك بعد كده where its result from sexual reproduction، تمام؟ through fertilized egg. قال لك السبورز سيل دي بتنتج منين؟ من
الايه الفيرتلايزد ايج، او اللي هي 2 ان تبدا تكون الزيجوت، والزيجوت يبدا يحصل له ديفايد ميتوتيكلي ويحصل له ديفرنشيشن. بعد كده قال لك يبدا يعمل تكاثر لا جنسي بالسبورز او asexual reproduction by spores، اللي بدوره بيكون ايه؟ بيكون الجاميتوفايت، ولكن السبورز بتتكون مايوتيك. خلي بالك ايه الميتوتيك وايه المايوتيك. تمام؟ جميل. ذات جرو بعد كده قال لك ذات جروس سبوروفايت كونتين تو ريبيت اتس لايف تاني، يبدا يعمل اللايف سايكل من بتاعته من اول وجديد. ماشي؟ حلو. شايف كده؟ سبوروفايت جاميتوفايت، يبدا الجاميتوفايت يطلع السبوروفايت وده ينمو ويكون بقى ايه حاجته ويبدا السايكل من اول وجديد. طب الجاميتوفايت هو عباره عن ايه؟ قال لك اتس فلات، بص فلات هارت شيب بودي كاري اون اور بوستيريور ريجنز، على الجهه الخلفيه بتاعته، على الجهه السفليه بتاعته ايه لور او اوف اتس لور سيرفيس رايزويد. تمام؟ الرايزويد دي الابزورف ووتر اند سولت اند ذا انتيريور ريجن، على المنطقه الاماميه في نفس السيرفيس بيحتوي على الميل جينيتال بروسيسز اللي هي الانسريديا، والفيميل اللي هي ارشيجونيا. تمام؟ الهابلويد ده طبعا بيعتمد على نظام الهابلويد، لكن السبوروفايت بيبقى فيه السيلز بتاعته ايه؟ ديبلويد، لكن السيلز هنا هابلويد. قال لك هابلويد ليه؟ علشان لما بتكون الزيجوت عن طريق الفيرتلايزيشن بيبقى ايه؟ 2 n عشان يرجع يكون سبوروفايتس. تمام؟ لكن هنا هو بيعتبر كله اسيكشوال، ولكن السيكشوال بيحصل فين؟ خلي بالك بقى، السيكشوال بيحصل فين؟ في الجاميتوفايت، والاسيكشوال في السبوروفايت. هي من اسمها جاميتو سيكشوال، سبورو اسيكشوال. حلو كده؟ جميل. قال لك بعد كده بيبدا ان الجزء ده يختفي ويحصل له ضمور اللي هو ديجينريت علشان ينمو السبوروفايتس. فيديو لطيف سريع كده يعرفنا ايه اللي بيحصل والدنيا ماشيه ازاي جوه. هنا احنا خلاص شرحنا نظري، نشرح عملي. ادي عندك السبوروفايت اهو. حلو. هنا طبعا ده انيميتد، يعني انيميشن بنوع من انواع الفكاهه كده سيكا بالوصف الحركي. ادي السرايه اهي. جميل. السراي تبدا ان هي فيها ايه؟ فيها السبور سيلز، تبدا يحصل لها ديفيجن وتكون الماتيور سبورز. تمام؟ الماتيور سبورز تحصل لها ريليزد، تطلع، تبدا ان هي تخرج كاريد باي ايه؟ باي ويند، تبدا محموله عن طريق الرياح. جميل. اول ما توصل للسويل ويت سويل تبدا تحصل هبوط. تمام؟ ويبدا يعمل ايه؟ يعمل جيرمينيشن بمجرد ما ينزل على السويل اللي هي الويت او الرطبه. جميل. نزل عمل جيرمينيشن على طول، ما استناش، كون الجاميتوفايت هارت شيب، فلات هارت شيب الجاميتوفايت. تمام؟ يكون بعد كده اللي هي البروسيسز، الجينيتال بروسيسز، اللي هي ده هنا ده كده ايه؟ طالما دي سبيرم يبقى ده ايه؟ يبقى ده انسريديا. تمام؟ وده فيميل يبقى ارشيجونيا. ليه؟ علشان في ايج. تمام؟ يبقى السبيرم تخرج من الانسريديا، يحصل لها ريليزد باي ووتر. ادي الفيميل مستنياهم يبداوا يخرجوا اهو. حلو. بعد كده يقعدوا يسبحوا عن طريق الميه اللي موجوده على التربه لحد ما واحد يوصل للفيميل، قفلت، كونوا زيجوت. شكرا كده. ده هنا كونوا زيجوت. بعد كده يحصل ديفلوبمنت للزيجوت ده ويكون انيو سبوروفايت 2 n. وخلي بالك من النقطه دي، ادي السبوروفايت والسايكل تبدا تاني من اول وجديد السراي، وتبدا تعمل سبورز والى ما لا نهايه انفينيتي فاي زي ما بنقول، مش هتقف غير بانتهاء الخليقه او عدم توفر البيئه المناسبه. تمام؟ وكده يبقى خلصنا البوليبوديوم في غمضه عين، شرح بسيط وسريع، ويبقى قضينا على درسنا النهارده وخلصناه. نصيحتي ليك ذاكر كويس واحفظ كويس وحل كتير، وان شاء الله ربنا مش هيضيع مجهودك، وتبدا على طول
ما تستناش وما تراكمش وما تسمعش الدرس النهارده وتحل عليه بعد 3 ايام، لان انت هتبدا المعلومات تسقط منك وتبدا تضيع وقت تاني في ترجيعها، وكمان هتحس ان انت ما فهمتش او ان انت مش مذاكر، وده يضعف ثقتك بنفسك. احنا عايزينك واثق من نفسك وانك هتأدي وانك هترفع راسك وراس الناس اللي حواليك علشان هم فخورين بيك. اتمنى من الله ان احنا نذاكر كويس وما نراكمش. ولو حد عنده اي سؤال يسيبها في الكومنت، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه. واشوفكم على خير يا شباب، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.